تعالي هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي النهارده. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وطريقه فرد بسيطه خالص وسهله، وهنسويه كمان في فرن البوتاجاز العادي. يعني مش هتغلبي انك انت تسويه، ولو حابه تسويه على الطاسه برضه هقولك تسويه ازاي على الطاسه على البوتاجاز من فوق. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله يطلع مرق معاكي ويطلع سهل وبسيط. وعجنين مقدار كيلو واحد بس من الدقيق، هنعمل منه 5 فطاير. اللهم بارك. تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على اليك واصحابك اجمعين. عندنا هنا كده في البداية خالص كيلو من الدقيق الزيرو بتاع المحلات. احنا جايبينه من الشكارة عندنا، ووزنينه ونخلينه وحاطينه في كيس عشان اوزنه. تمام. عندي هنا 4 كوبايات من المية العادية خالص من الحنفية، هحط منهم 3 كوبايات بس في الطبق، ويتبقى معايا كوباية بره على كل نوع دقيق. ممكن كيلو دقيق ياخد 4 مجات، وممكن نوع دقيق تاني ياخد 3 مجات ونص من المية. تمام. هحط 3 معالق من السكر، هحط ذرة من الملح، وادوب كويس قوي ومعلقة من الخل، وادوب عندي الميه بتاعتي كويس. وبعد كده هنزل بقى بالدقيق، بس بعد ما ادوب السكر كويس قوي واتاكد ان السكر داب معايا في الميه، علشان ما يفضلش مكتل في العجينه، واجي وانا بفرد العجينه يقطعها مني. تمام. هنزل بقى بكيلو الدقيق اللي لازم المفروض ان انا اكون نخلاه كويس قوي، سواء اي نوع دقيق انت عايزه تعجني، قمح بلدي او دقيق الحبه الكامله او دقيق الفاخر بتاع المحلات عادي، اي نوع منهم. بس لو انا هعجن دقيق الحبه الكامله هعجن فيه زياده شويه، وهخلي العجينه بتاعته ناقصه فم ميه شويه. يعني مثلا لو الدقيق طبيعه الكيلو عندي هياخد مثلا 3 مجات ونص من الميه، لا ده هياخد 3 مجات بس لو دقيق الحبه الكامله. تمام. وهشتغل نفس الشغل اللي جاي برضو على طول. عجنت بقى العجينه بتاعتي كويس، اللي انا لازم قلبتها كويس قوي، واحط معاه معلقتين من الزيت. معلقتين من الزيت دول بيخلوا لي العجينه بتاعتي تاخد ملمس طري وناعم، وفي الوقت نفسه بتبقى واخده سمك كويس للعجينه. وكمان انا بحب احط المعلقتين الزيت دول، بيدوها بجد ملمس، بتكون جميله قوي. تمام كده. عجنت العجينه بتاعتي لقيتها محتاجه حبه من الدقيق، لان انا مش عايزاها تكون طريه قوي، علشان يعني احنا هنا حطينا 3 مجات ونص من الميه. مش طلعت طريه، لا احنا عايزينها هتاخد معاكي 3 مجات بس من الميه. كيلو الدقيق هيبقى مظبوط معاكي، وبسم الله ما شاء الله هيبقى حلو قوي. علشان عجينه الصيف بتحتاج ان ملمسها يكون متماسك شويه عن عجينه الشتاء. تمام. هحط بقى معلقه زيت كده، اغطي بها العجينه بتاعتي من فوق، يعني الفها بيها لفه كده من كل داير ما يدور، علشان خاطر ايه تبقى خالعه من الطبق شويه او خالعه من ايدي كده يعني. تمام. وعلشان ما تنشفش من على الوش، هغطيها بقى كده حوالي 10 دقايق بس، وهنبدأ الشغل فيها على طول. خلاص كده بعد ال10 دقايق ما عدوا، جينا هبدأ أقطع بقى العجينة بتاعتي. ده الملمس بتاعها ارتاحت بس مكان العجن. هحط بقى على الرخامة بتاعتي او على الكونتر، ايا كان انت هتشتغلي على صينية او على ايه، هتحطي مسحة من الزيت، وعيني بقى العجينة بتاعتك كلها، وابدأي قطعي بقى القطع بتاعتك زي ما انت عايزة. اللي كانت موجودة معانا واحنا بنعجن جريتاج حبت تقف معايا في اول الفيديو كده. هبدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي كور صغنونة قوي، لان انا هفرد في صواني صغننة. كل ما بصغر الصواني كل ما بصغر الكور بتاعتي، كل ما بكبر الصينية اللي انا هعمل فيها الفطيرة. دي قاعدة خدوها عندكم، دي قاعدة علشان تخلي الفطيرة مورقة عندكم. الصينية صغيرة يبقى هقطع الكور صغيرة، الصينية اللي انا هفرد فيها الفطيرة كبيرة هقطع الكور حجمها كبير. مش الشرط العدد، الحجم بتاع الكورة نفسها. يبقى انا لو انا الصواني بتاعت البسبوسه العاديه اللي انا هعمل فيها في البيت العاديه، دي بقطع الكور بتاعتي صغيره جدا على قد ما اقدر. طيب هعمل في الصواني الكبيره بتاع الفطير بتاع ام يوسف الكبيره، بقطع في الصواني الكور بتاعتي كبيره. طيب لو انا الصينيه صغيره بعمل من 5 فطيرات، من 5 كور جوا بعض او 6. معايا لغايه ممكن 22 و25 على حسب حجم الصينيه بتاعتي. هي صينيه كبيره يبقى هزود عدد الكور وهكبر حجم الكوره. الصينية بتاعتي صغيرة هقلل حجم الكور وهقلل حجم الكورة وعدد الكورة. تمام. هي دي القاعدة اللي خلوها في دماغكم علشان الفطير عندكم يطلع مورق وجميل. قطعت الكور بتاعتي كلها، هبدأ أغطيهم 10 دقايق كمان وخلاص على كده. في الصيف ما بنريحش كتير، في الشتاء بريح الفطيرة عندي بعد ما بعجنها نص ساعة، بقطع واستنى نص ساعة، بفرد وبستنى نص ساعة. في الشتاء بقطع، بعجن بستنى 10 دقايق، بقطع بستنى 10 دقايق، بفرد بستنى 10 دقايق. تمام كده زي طريقة العيش البلدي بالظبط. في الشتاء بناخد ارتياح للعجينة ساعة ونص أو ساعة، لا كل الكلام ده في الصيف غير الشتاء. تمام. هتلاقوا برضو فيديوهات للعيش على القناة عندنا إن شاء الله. عندنا هنا بقى جبت حتة زبدة بلدي بقري، جبت حتة سمنة عادية، جبت نص كوباية من الزيت، دوبتهم على بعضهم زي ما انت شايفة كده بالظبط.
هدوبهم كويس قوي. يعني انا فكيت الزبده البلدي بس، مش السمنه البلدي بس، فكيتها الزبده ما سيحتهاش. تمام. بس وده بقى خليط حلو قوي، هيخلي لك الفطيره مرقه وجميله وحلوه. المهم ان السمنه عندي لو انا فكيتها ودافيه او الجو عندي الحر، لا بستنى لما تهدى خالص وتبرد، وتكون يعني ما تكونش دافيه، لا تكون بارده خالص خالص خالص. تمام. وببدا بقى احط على الصينيه بتاعتي او على الكونتر بتاعي او على الرخامه، وببدا افرد بنفس الشكل. كل 5 كور بحطهم في قلب بعضيهم. دي طريقه سهله وبسيطه للبنات اللي هم المبتدئين، اللي هم لسه مش بيعرفوا يعملوا الفطيره بتاعتنا الكبيره اللي احنا بنعملها مع بعضينا. الفطير الكبير هتلاقوني حاطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله فيديو للفطير، اللي هو بقى الفطير الفلاحين بتاعنا احنا، بتاع هنا بتاع العرايس. هحط لكم فيديو لجوز فطيرات الفطيره كيلو دقيق، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لا يعلى عليه، اللهم بارك. تعديهم بالورقه هتلاقوهم ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي هو هتدوسي على عنوان الفيديو واحنا شغالين ان شاء الله تخشي عليه على طول تشوفي الفيديو اللي انا حاطاه لك. وهتلاقوا لي حاطه لكم برده فيديو في التعليقات. هنا بقى هبدا ان انا افرد بنفس الشكل ده كده، كل 5 هفردهم واطبقهم جوا بعضيهم. اهم حاجه ان انا اسقيها سمنه، علشان كل تطبيقه لو انا طبقت من غير ما ادهن دهنه السمنه او امسح مسحه السمنه او الزبده دي، الفطير عندي مش هيورق. تمام. دي بقى طريقه سهله وبسيطه خالص، لو بنوته لسه صغنونه وجديده خالص في الفطير هتعملها. يعني لو قمت نص الليل كده ولقيتي نفسك في فطير، هتقدري انك انت تعمليها. نص كيلو دقيق، كوبايه ميه او كوبايه ونص ميه، وهتعمليها هتبقى حلوه قوي. تمام. بس هبدا بقى اعمل كده، وكل ما بفرد واحده كل ما بحط الكره اللي انا عملتها في قلب بعضيها في قلبيها، واطبقها 4 برضو بنفس الشكل، واروح لماها وحطها في صينيه عندي على جنب. بس اهم حاجه بعمل 5 كور 6 كور، مش اقل من كده. يعني لو عملت 4 كور مش هتبقى مورقه قوي، انما كل ما أعمل مثلا 5 كور 6 كور 7 كور في قلب بعضيهم، علشان هنفردهم في الصواني بتاعه البسبوسه الصغيره. تمام. لو انا هكبر بقى الصواني والصاجان عندي، بلف كل ده في قلب بعضه. يعني انا لو عايزه اعملها فطيره واحده، كل ده كده بالظبط بعمله في قلب بعضه. افرد الواحده واشيل اللي انا حطيتها دي احطها في قلبها تاني واقفل عليها، افرد الواحده واشيلها برضو واحطها في قلبيها. بس في الاخر بشيلها كلها واحطها في صينيه كبيره، وببدا افردها بس اسيبها ترتاح 10 دقايق علشان تفرد معايا، تفرد كلها سمك واحد. تمام. هكمل بقى بنفس الطريقه دي كده لغايه ما اخلص ال5 فطاير بتوعي. اهم حاجه ان انا بين الواحده والواحده بدهن دهنه السمنه واشيلها واحطها في قلبيها بنفس الشكل. ودي طريقة سهلة وبسيطة خالص، لا بتقطعي ولا بتغلبي نفسك ولا أي حاجة خالص. تمام كده. مهم. بس بنخلص بقى بقية الكمية كلها. عملت بقى 10 فطاير، عملت كيلو دقيق، عملت 2 كيلو دقيق، 3 كيلو دقيق، هي نفس الطريقة دي. التوريقة اللي احنا عاملينها سمنة التوريق دي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ممتازة. الزيت بيديكي بيخلي العجينة ما تمسكش في بعضيها لما تطبقيها على بعضيها. الزبدة بتديكي طعم السمنة البلدي فيها. السمنة العادية بتديها سمك شوية ان هي ما تمسكش العجينة في بعضيها، وفي الوقت نفسه تبقى يعني لا تقيلة في الاكل ولا خفيفة. يعني الخلطة بتاعت التلاتة على بعضيهم كده بتدي ملمس للعجينة جميلة، وبعد التسوية هتشوفيها بسم الله ما شاء الله جميل. ده كمان احنا طيبناه في الفرن بتاع البوتاجاز، بيبقى تسويته غير الفرن التاني. جبت هنا بقى الصواني بتاعتي بعد ما خلصت كل الكميه بتاعتي، دهنت مسحه من السمنه او مسحه من الزبده او مسحه من الزيت ايا كان، وشلت كل فطيره بفطيرتها كده وحطيتها في الصواني عندي. الصواني دي اللي احنا بنعمل فيها الكيكه العاديه خالص. تمام. اهي 5 ما شاء الله اللهم بارك من كيلو دي. هسيبهم بقى كده 10 دقايق كمان، وهاجي نفردهم مع بعضيهم على وشهم بس كده مسحه من الزيت علشان ما ينشفوش. وطبعا احنا ده 10 دقايق بس، مش هيلحقوا ينشفوا من على الوش، فمش هغطي. بس 10 دقايق بالظبط، وجيت بدأت ايه، كنت ولعت الفرن. يعني بعد ما خلصت فرد ولعت الفرن بتاع البوتاجاز العادي خالص في المطبخ. انا عملتهم انا وريتاش كده واحنا بنقضي ايه، واحنا بندعك المواعين ونروق المطبخ كده، يعني ما اخدوش مننا حاجه. اتعشينا منهم، يعني عملناهم بعد كانت الساعه تيجي 5 المغرب. إيه ما شاء الله، جو من الغيط المغرب اتعشينا بيهم مع بعضينا، كانوا سخنين بقى كده وحلوين قوي. بس فردت بقى بنفس الشكل ده كده. وهبدأ بقى ان انا كده سايبه الفرن يسخن. طيب الفرن بتاعي لو هو شغال من فوق بس ومن تحت بس، يعني من فوق وتحت في نفس الوقت، بشغله من تحت واحط الصاج بتاعي، بخلي الرف بتاعي تحت خالص على اقل شبكه من تحت. هي عبال ما بتاخد من القاع من تحت التسويه بتاعتها بتكون اخدت اللون من فوق. طيب لو انا بقى بيسوي من فوق ومن تحت، بحط عادي الشبكه في النص وبولع من تحت، واول ما تاخد من تحت كده التسويه بتاعتها، ببدا اولع النار من فوق تاخد وش من فوق. تمام. ايا كان احنا مش هنولع فوق وتحت الا ان كان النار الفرن ضعيفه قوي.
لو نار الفرن عاليه وحلوه ولعي من تحت بس. جيت هنا ولعت الفرن بتاعي، شغلت من تحت ومن فوق، لان انا عندي شغال ما شاء الله من تحت ومن فوق. حطيت واحده تحت بدل ما اسيبه تحت فاضي، وحطيت التانية دول اللي بتستوي من فوق وتحت لسه قعرها مش مستوي قوي او القاع بتاعها مش مستوي قوي. بنزل الصاجه تحت واطلع اللي هي هتاخد من الوش من فوق، فهمتني؟ يعني مثلا هي استوت من تحت ومش لسه ما خدتش لون، بطلعها فوق واولع على الشوايه. خدت شوايه من فوق، خدت لون من فوق ومن تحت القاع بتاعها لسه، وقبه ما شاء الله وجميله وحلوه قوي. اقول لك يعني احنا بصي كنا بنعملهم كده، بنتسلى فيهم كده واحنا بندعك وبنعمل، بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طلعوا جمال. الصينيه اللي عندي اللي بتطلع بغطيها بكيس بلاستيك زي ما انتم شايفين كده عشان تفضل طريه. انت حابه هتبقى ناشفه ما تغطيهاش خالص سيبيها زي ما هي كده، هتنشف مع نفسها وتبقى مقرمشه كده وجميله. بس احنا طبعا عشان هنغمس بيهم فبحب ان هم يكونوا طري. خلاص اسيبهم بقى كده 10 دقايق وتعالي اوريكي الفطيره بتاعتنا بعد ما تبرد خالص وتبقى جميله. اغطيهم بقى بكيس كده واسيبهم 10 دقايق لما يبردوا ويبقى طري وحلوين، ونعرف ان احنا نفتحهم. تعالي بقى هنا كده اهي، شايفه الفطيره بسم الله ما شاء الله، ولا الافران بقى ولا اختلافه. وكيلو واحد دقيق يعني بنجيبه ب20 جنيه. السمنه موجوده عندنا في البيت، والدقيق برضو يعتبر كان عندنا موجود في البيت. عملناهم كده قلنا نتسلى بيهم، وفي الوقت نفسه بجد كان الواحد نفسه في الفطير، ما عملناهوش من زمان. قلت ريتاش تعالي يا ريتاش واحنا بندعك المواعين كده نعمل لنا كيلو دقيق نعمله فطيره. قالت لي يلا يا ماما. عملناهم ما اخدوش مننا وقت، ويوسف قاعد ورانا على الكونتر اهو على الرخامه، والشباب كانوا جوه كده بقى. قلت لهم خلاص هنشوف بس الفطيره بتاعتنا من جوه ونوريها للمتابعين ونقعد نتعشى على طول. اهي ما شاء الله اللهم بارك، وسخنه بقى وحاجه بالسمنه البلدي جميله، وبجد بجد حاجه حلوه قوي. جبنا بقى شويه عسل، وتعالي بقى ناكلنا لقمه بالعسل سخنه، هما لسه سخنين اصلا يعني. حطوا لنا بقى لايك حلو كده منكم للفيديو، وطبعا ادعمونا. القناه دي واقفه قوي، احنا طبعا شغالين عليها دلوقتي، واحد مفلس والله خالص من الشغل عليها، لان الشغل الكبير اللي هناك احنا كانت حصلت ظروف في القناه وبعناها وكده. فعايزاكم تقفوا معايا في دي لغايه ما تقف بس على رجليها كده، وبعد كده ان شاء الله ربنا ييسر لنا الامور ان شاء الله، عشان حتى نفسي تتفتح للشغل شويه، لحسن واحد بجد مفلس عن الشغل قوي. يلا تعالوا بقى كده نحط حبة عسل عليها، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفة، انها لسه سخنة وجميلة. ولا اروح بقى اجيب من الفرن ولا اعمل عجنهم واحنا واقفين اهو. بسم الله. جميلة او طعمها حلو اوي، انا بحبه بالعسل قوي، وبحبه كمان مع الشاي، وبحب الجبنة القديمة، وبحبه بالعسل الاسود. الفطير بيبقى جميع يعني اي كان هو بيتاكل بايه، وخاصة الفطير البيتي بيبقى ليه طعم تاني خالص غير فطير الافران. فطير الافران بيبقى معمول بسمنة من اللي هي المارجرين، فما بتبقاش صحي قوي زي اللي بتعمليه في البيت. ان شاء الله باذن الله فيديو جاي ولا بعد اللي جاي ان شاء الله نعمل فطير بقى كبير من بتاع الافران بتاع الفلاحين الحلو اللي انا بحب اعمله بجد بجد. يلا حبايبي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ادعموا بس الفيديو بلايك حلو منكم، اكتبوا لنا تعليق جميل زيكم، اي كلمه منكم حلوه كده عشان اعرف انكم انتوا معايا. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ويديمكم في حياتي نعمه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. لو حابين اي وصفه اكتبوها في التعليقات وانا اعملها لكم حاضر. يلا حبايبي دمتم بخير، وكان فيديو بسيط كده وحبيت ان انا اكون موجودة معاكم فيه. مع السلامة.